السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جه الدور دلوقتي على اللي انت توظف مجموعة الأوامر اللي انت اتعلمتها في برنامج الأوتوكاد عشان تطلع مشروع احترافي. والهدف من إخراج المشروع الاحترافي ده هو إخراجه بشكل موديلنج، يعني هدفي تنسيق ورسم مش هدفي ديزاين. جميل. جيت أطبق على مشروع فيلا موسى تحديدا علشان أنا بحب كل اللي اسمه موسى طبعا، والهدف التاني علشان الفيلا دي مساحتها صغيرة فاللي هتعمله في دور زي 10، فعلشان كده قررت اللي احنا نشتغل على سكوب صغير علشان نطلع بروجكت في وقت أسرع. فأول مرحلة انت محتاج تتعلمها معايا وهو تجهيز المعماري. علشان تجهز المعماري فانت لازم تتأكد ان المعماري وارد اللي هو يكون غلطان في الوحدات زي ما اتكلمنا قبل كده. فأول حاجة انت بتيجي تحت هنا، ده المشروع اللي جاي لك من المعماري، بتيجي تحت هنا بتكتب دي دبليو جي يو انتر، فانت تلاقي عندك الوحدات وهي رقم 3 اللي هي بالملي. تيجي تحاول تقيس اي حاجة معلومة وليكن مثلا باب، نشوفها كده مع بعض. تلاقي إن الباب الوحدة بتاعته 1، فالواحد ده لوجيك هيكون 1 متر. فده أول غلطة أغلب المعماريين بيقعوا فيها، اللي يكون عندك الرسمة مرسومة بالمتر والقالب بالبوصة أو بالملي. طب لو هو بالملي وانت راسم بالمتر الموضوع بسيط، هتحدد الرسمة كلها وتقدر وتعمل سكيل 1000 والموضوع يتحل. أما هي بتبقى الأزمة الحقيقية عندك أما هو بيكون راسم بالمتر والقالب بالبوصة، وده غلط شائع كتير. أسهل حاجة تعملها اللي أنت تفتح مشروع جديد. المشروع الجديد ده بتيجي هنا هو تظبط الوحدات بتاعته بزي الوحدات اللي المعماري راسم بيها. يعني المعماري راسم بوحدات إيه؟ وحدات بالمتر، تخلي القالب وحداته بالمتر. جميل كده، يبقى احنا أول حاجة بنعمل قالب بنفس الوحدات اللي المعماري راسم بيها. وتيجي هنا حضرتك تاخد الرسمة اللي المعماري راسمها بوحدات المتر، كنترول سي، وتيجي هنا تعملها كنترول في. دلوقتي ايه اللي انت عملته حضرتك؟ جبت رسمة، ممكن تشيل الجريد، جبت رسمة الأبعاد بتاعتها بالمتر على قالب أبعاده بالمتر. نيجي كده نزوم بس ان على الدايمنشن، 6.4 أكيد متر، والقالب اللي تحت وحداته بإيه؟ وحداته بالمتر. طب كده يبقى انت كده ظبطت القالب، الرسمه بالمتر والوحدات بايه؟ والوحدات بالمتر. يجي الدور دلوقتي اللي انت تقوم راح عامل دي دبليو جي يو، عايز بقى انت ترسم بايه؟ بالملي، يبقى تخليها 3. بس كده ضغطتين بالبكره يجي لك الرسم. يبقى دلوقتي ايه اللي انت عملته؟ نيجي نحدد كده، نبص نلاقي دلوقتي بقى 600 6400 ملي. يبقى انت كده الرسمة بتاعتك بقت بالملي على قالب وحداته بايه؟ بالملي. تيجي تقول لي طب وانت هنا ليه ما غيرتش الوحدات خليتها بالمتر وكده؟ لا هتلخبط نفسك فبلاش. هنا علشان تظبط الرسمة كنت لازم تضربها في سكيل، القالب بالملي والرسمة بالمتر، فكان حلها اللي انت تعمل ايه؟ تضرب في سكيل 1000. ولكن انا بتجنب معاك دايما اللي وارد يكون القالب اصلا بالبوصه، فعلشان هتلخبط نفسك لو ضربت في سكيل، انت صعب عليك ان انت تحول من بوصه لمتر، انت مش عارف اساسا قيمه الفاكتور قد ايه. فاسلم حاجه، اسلم حاجه، افتح مشروع جديد، حدد الرسمه كلها، اسال نفسك سؤال، المعماري راسم بوحدات ايه؟ راسم بوحدات المتر. افتح قالب اظبط وحداته الاول على متر، وبعد كده انقل الرسمة فيه، وبعد كده عايز تحولها للملي حولها. اهتم بالترتيب. انا رقم 1 اهو علشان الناس بتتلخبط. سألت نفسي المعماري راسم بوحدات ايه؟ راسم بوحدات المتر، يبقى اقوم راح فاتح قالب اظبط وحداته تكون بايه؟ بالمتر. بعد كده اخد شغل المعماري احطه في القالب اللي بقت وحداته بالمتر. بعد كده بقى عايز تغير الوحدات لسنتي، عايز تغير الوحدات لمتر، تسيبها متر، عايز تخليها ملي، انت حر تغيرها من دي دبليو ايه؟ دي دبليو جي. يبقى دلوقتي ده البروجكت بتاعي بعد ما انا ظبطته. طب جميل، لو احنا جينا نشوف كده مع بعض، يبقى ده اول حل عندنا اللي انت تعمل مشروع ايه؟ مشروع جديد. طبعا المشروع الاسهل حاجه بقى، اسهل حاجه اللي دي كان بالملي وده بالمتر، فانت كنت ممكن تقوم راح محدد الكلام ده وعامل هنا اهو سكيل وتضربه في ايه؟ في 1000. ده لو كان ملي وايه؟ ومتر. جميل كده، يبقى كده انت خلصت الدنيا عندك وما فيهاش اي ايه؟ اي مشاكل.
طيب تاني نقطة بقى معايا لازم تتأكد منها، في عندك هنا حاجة اسمها المناسيب الليفل اللي انا هعملها لك بلوك دي. طيب لو انت جيت تاخد بالك كده هتلاقي اللي هنا معمول لك حاجة اسمها منسوب 2.7 وهنا منسوب 2.8 وهتلاقي هنا منسوب 3 متر وهتلاقي هنا 3.4. ايه قصة المناسيب دي؟ الموضوع بسيط خالص. تعال بص لي كده على القطاع ده. انا عامل لك هنا اهو قطاع من ايه ده القطاع ما بين ايه؟ ما بين حاجة ليفل 82 وهنا 82 وفي ما بينهم هنا حاجة فاضية. تعال نفهمها كده مع بعض اهو. بص كده معايا اهو، ده ال 82 وده ال 82 وده طبعا الارتفاع الكلي 3 ايه 43 والفراغ اللي ما بينهم ده اهو، ده مش فراغ، ده منسوب تاني بس على ارتفاع كام 3 متر. يبقى في هنا فوق 60 سنتي وفي هنا فوق 40 سنتي فاضيين ما بين السقف ده، السقف المعلق، وده السقف ايه السقف الخرساني. جميل كده. يبقى لازم المعماري يركز معاك في القطاعات عشان انت تفهم الدنيا. انت لسه في الاول مش هتكون فاهم المناسيب قوي. طيب معنى اللي هو يقول لك هنا 3 متر 40 في الحته دي هنا معناها اللي مفيش سقف معلق اساسا. هنا مفيش سقف معلق، هنا مفيش سقف معلق. الاوض ما فيهاش سقف ايه سقف معلق عندك خالص. عندك الطرقه هنا فيها سقف معلق على ارتفاع كام 3 متر ايه 2 متر 80. جميل كده. نفس القصه بقى القطاع اللي هو عمله لك هنا بقى متكرر في كله، متكرر في الحته دي كلها. طب لو انت جيت هنا مثلا بص كده معايا، هنا قايل لك انا عندي البتاع ده اللي هو المستطيل ده على منسوب 2 متر 70 وعندك في حاجة تانية اهي على الداير على منسوب 2 متر ايه 80 وعندك في فراغ هنا اهو عامله لك هنا قطاع. بص كده معايا 2 متر 70 اهو اللي هو المنسوب الاولاني اهو. وبعد كده عندك 2 متر 80 اللي هي الحتة الصغيرة دي اللي هي الحتة دي اللي انا واقف فيها دلوقتي. بعد كده عندك الحتة بقى ما بين الخط ده وما بين الحيطة بتتكلم في كام؟ بتتكلم في 3 متر. يبقى انا عندي اعلى حته اللي هي ده اهي اللي هي الحته دي اعلى حته من الارض، في فوقها اساسا في كام في 40 سم لسه اللي هي 4 من 10 متر. دي لسه فوق ايه السقف المعلق. جميل كده. طيب ايه هو السهم اللي انا عامله ده او الخطين اللي انا عاملهم دول؟ وهتلاقيهم هنا متكررين كمان اهو، تلاقيهم هنا متكررين كمان. دول معناهم ايه؟ احيانا المعماري بتلاقيه بيقوم رايح عامل لك هنا اهوت حاجه بس كده اهوت دليل صغير سواء المعماري مش عامله اهو، حاجه يعني نطلع بس كده اهو حاجه صغيره خالص كده. ونفس القصه في الناحيه التانيه كنترول سي واحنا عاملينها الناحيه التانيه. ده الهدف منها ايه؟ يقول لك اللي فيه هنا حاجه اسمها بيت نور. بص كده في الحته ده اهي في هنا بيت نور، هو بقى بيقوم رايح جاي هنا اهو حاطط لك حاجه اسمها شريط النور اهو في الحته ده. فتلاقي هنا في الحته دي منوره وانت ما بتكونش شايف النور جاي لك ايه جاي لك منين، هتلاقيه هنا اكتر واقعيه. شايف الحته ده ايه اللي هو عاملها دي؟ ده بيت النور. طالما انت لقيت خطين قريبين قوي من بعض فانت اعرف على طول اللي ده بيت ايه بيت نور. طب الخطوط دي ده بتبقى ليد طولي، اضاءات لعب بالاضاءات يعني حاجات شكلها بتبقى حديثه يعني مودرن جديد. فيبقى اول حاجه انت لازم تظبطها هي ايه؟ تقرا اللوحه وتعرف المناسيب عندك. فانا عرفت اللي انا عندي هنا في لوحه سقف معلق بس على مناسيب مختلفه، وعندي هنا برضو لوحه سقف معلق عندي هنا البتاعه دي كلها على منسوب 2 متر 80. خلي بالك اهو بيت النور اهو اللي انا قلت لك عليه اللي هو الخط ده. طالما خطين جنب بعض قوي كده يبقى ده اسمه بيت ايه ده بيت نور. ده بيت نور. طالما الاتنين منقطين او سيمتريين يبقى الحته دي كلها هتبقى زي شريط نور كده، ليد ليد على الداير. شويه شغل مودرن يعني انت مش مهم اللي انت تفهمه يعني، اما تبقى تشوف وتطلع على الحاجات دي هتفهم اكتر. هنا بيقول لك الحته دي على منسوب 3 متر. طب احنا هنفهم الكلام ده عشان احنا محتاجينه قدام. طيب انا عملت ايه؟ ده طبعا لوحه السطح بالحدود وبالسلم بس اللي بيوصلني بايه بالسطح. اول حاجه لازم اظبطها اظبط الوحدات بتاعتي. انا اول حاجه عملتها ايه؟ طبعا انا عامل لك ده كله بلوك، انا عامله لك كله بلوك. ليه؟ علشان قمت راح اخدت كل ده خدته كده اهو سي او انتر، طلعت بيه فوق كده اهو. قمت راح ضغطت على اللي هو معمول كله بلوك ده وقمت راح مسحه. مسحت ده مش عايزه. الخطين اللي نستعملهم في قطاع تاني الناحيه التانيه اهو
اسمي بنضف اللوحة، لازم انضف اللوحة. جميل. تلاحظ ان ممكن المعماري يكون عامل لك كل ده على ليارات وخلافه، ملناش دعوه بالكلام ده. اهو قمت رايح عملت ايه؟ خدت ده اللي يلزمني زي ما بنقول. اهو اجي هنا اهوت بخلي اللون بتاعه الدرجه دي اللي هي 147 149 152، اللي هو رصاصي، بس رصاصي فاتح او ما فتحوش قوي كده، كده انت مش هتشوفه اساسا. خلي ايه اللي هي الدرجه دي. تمام، دي اول نقطه. طبعا انا عندي مجموعه خطوط، في حاجات هاتش وفي حاجات منقطه وفي حاجات سوليد، فما ينفعش العب في نوع الباترن ده دلوقتي. طب جميل، يبقى دي اول نقطه. تاني نقطه اقوم راح محدد كل ده، واجي هنا بقى اتاكد من الليارات بتاعتي، الاقي مجموعه ليارات عندي كتير. ممكن اقوم رايح جاي محدد كل ده ومفجره، بس مديله تفجير، وكمان مره اديله تفجير، عشان احيانا بيبقى فيه بلوك جوه بلوك. يعني وارد تلاقي مثلا الدبليو سي كان بلوك جوه بلوك. بعد كده اقوم رايح محدد كل الرسمه دي وحاططها على لير واحده. لير الواحده دي هسميها ايه؟ اسميها ارك. جميل كده. طيب باقي الليارات مش لازماني، اعمل لي ديلي، لي ديلي اهو، واقوم راح قايل له تمام. حدد كل الليارات دي ما عدا، تعالى نمسحهم بس على مرحلتين، نحدد دول ونعمل له ايه؟ اوكي، يس. طبعا كان في حاجات محطوطة على ليرات تانية اهي اتمسحت وما عادتش موجودة. طيب نمسح ده، مقلناش عايزين، او نسيب بس القطاع عشان نبقى نفهمه بعدين. همسح ده ما عدتش عايزه، ده ما عدتش عايزه، ده ما عدتش عايزه. ما ننساش كمان بالمرة نحط القطاعات على نفس ايه؟ على نفس اللير، وناخدهم بقى ايه فوق كده، نحطهم جنب بعض عشان لما نحتاجهم نجيهم. جميل. ناخد ده كمان نحطه على نفس اللير اللي هي اسمها ايه؟ ارك. نكمل بقى مسح، لي ديلي، نيم، نمسح الباقي ما عدا طبعا ايه؟ الارك. يس. انا فجرت، والهدف من التفجير اللي انا فجرته كانت نقطة مهمة جدا لازم تفهمها، لازم تفهمها. اللي احيانا بتلاقي ان الشباك ده بلوك، بس هو يكون وهو شباك بلوك محطوط على لاير اسمها ارك، بس من جواه هو محطوط على لاير تانية، فانا لازم افجر عشان انا مش لازمني البلوكات. جميل كده. اقوم رايح محدد كل الكلام ده، واقوم رايح عامل هنا بي انتر، واقوم مسميه ليفل شرطة 01 بيج بوينت، امسكه وليكن من النقطة ايه؟ من النقطة دي. اوكي، يبقى ده دلوقتي بقى بلوك بالنسبة لي. اجي نفس القصة اقوم رايح جاي لي ده اعمل له بلوك، واقوم قايل له ليفل شرطة 02. انت حر في المسميات، المهم تكون عارف انت بتسمي ازاي. نمسكه من نفس النقطة اهو. جميل كده. ونقوم رايحين حاطينهم ايه؟ تحت بعض كده. يبقى كده انا برتب ايه؟ الشغل. طيب تعالى بعد كده احنا محتاجين ايه؟ محتاج من حضرتك اللي انا اظبط مقاسات الدايمنشن. لو جيت تاخد في بالك هتلاقي ان الدايمنشن شكله صغير. دي انتر. عندك الايزو، خش عليه اعمل له موديفاي، خلي التكست. تعالى بقى نثبت ستاندر لينا. اخش هنا اخليه ستاندر زي ما هو، اخش هنا على التكست، اخلي النوع بتاعه اللي هو ده اهو، ده الستاندر بتاعنا. ابلاي، اوكي. هنيجي هنا نخلي الارتفاع بتاعنا 100، احنا شغالين ملي. سنتر اباف مفيش فيها مشاكل. الوحدة بتاعتنا لو احنا شغالين بالملي فما تقربش بعد العلامة، ملهاش لازمة. جميل كده، ملهاش لازمة بعد العلامة. هنيجي هنا للأسهم، هاجي هنا أخلي الأسهم بالمنظر ده معماريا، اللي هي بتبقى زي بتاعت عمارة، وأخلي دي 50. أخلي هنا بيقول لك هنا يبعد قد إيه، يبعد عن الأوفست قد إيه. فأقوم رايح قايل له هنا هوت فيكسد، ونديله هنا قيمة 10. بعد كده دي ممكن نديله برضك إيه؟ 10. نضغط كده اوكي،
ونشوف هل الشكل بقى مقبول ولا لسه. تعالى كده معايا نلاحظ ان الشكل لسه مش افضل حاجة. طبعا هو محطوط على داش لاين فعشان كده هو باين معاك بالمنظر ده اهو. تعالى نخش تاني دي انتر، نعمل موديفاي، نخليها بدل 10 نخليها 25، ونخلي دي 25. اوكي اوكي، بقى اعتقد الشكل بتاعها بقى مقبول نسبيا. جميل كده، يبقى احنا كده ظبطنا ايه، ظبطنا الوحدات. تعالى بقى على تكست، هعمل هنا هو تكست وهمي اكتب فيه كلمة تكست اهو، ونحدد نصغر دي شوية ونعمل لها سكيل، نضرب في السكيل 100. جميل كده، ونقوم رايحين جايين هنا نعمل فوق سكيل تاني، ونقوم رايحين محددين ونخليه نضربه في نص، ونعمل سكيل تالت نخلي ده اهو، نضرب ده في 7/10. يبقى انا عندي 3 انواع من السكيلات بمقاسات مختلفة. صغر لي الكلام ده، ده اسمه كل ده تجهيزات. صغر لي ده، صغر لي ده صغير قوي. خلي بس ايه هنا نتأكد ان الفونت اللي احنا مستخدمينه اسمه ايه. حدد تأكد اللي هو نفس الفونت اللي احنا مشتغلين بيه، يبقى كل شغلنا بفونت واحد سواء ده او دول. جميل كده، يبقى دلوقتي ده ايه، ده التكست اللي احنا هنشتغل ايه عليه. ده نبعده فوق عشان اما احنا نبقى نحتاجه ناخده ايه، ناخده كوبي وبيست. عندنا مجموعة من البلوكات اللي احنا هنكون محتاجينها في شغلنا. هنا هنحتاج المكن ده، نحتاج باب الكشف، هنحتاج دي وهنعرف دلوقتي دي لازمتها ايه، نحتاج المخارج، نحتاج في جزء البلامنج هنبقى محتاجين الكلام ده. في جزء الصرف خلينا دلوقتي في مرحلة التكييف، نخلص التكييف وبعد كده هنيجي على ايه، على جزء الصرف. هنحتاج ممكن مروحة، هنحتاج وحدة خارجية، هنحتاج اسبليتات. تعالى ناخد الاسبليتات، بلاش المكن ده، تعالى ناخد المكن ده علشان منظم اكتر. هنحتاج عندنا ممكن برضو مروحة من النوع ده هنحتاجها، ممكن نحتاج دول، ممكن هنحتاج دول. شفت كده، اعتقد كده انا اخدت كل اللي انا هكون محتاجه في الاتش باك. نيجي بقى في البلامنج، كل الكلام ده هنحتاجه في البلامنج. هنحتاج في الفاير فايتنج، ممكن كمان الجري تراب دي هنبقى محتاجينها. هنحتاج في الفاير فايتنج طفايات وصناديق، هنحتاج رشاشات، هنحتاج الزونة. دول اشهر الحاجات اللي احنا هنحتاجهم. لو احتاجنا حاجة تانية نبقى نيجي ناخد من دي كنترول سي، ونيجي هنا على فيلا موسى نعمل كنترول في، هنلاقيها اتحطت بعيد هنا شوية، نقوم رايحين محددينهم ونيجي بيهم جنب شغلنا هنا. انا بحاول بقدر الامكان اجمع كل الحاجة اللي انا هحتاجها جنب بعضها. نيجي هنا نحط الحاجات بتاعتنا هنا، فاير فايتنج نحطها هنا لوحدها، الاتش فاك نحطه هنا، يبقى شغلنا منظم وحلو. في بعض المشاكل اللي هتقابلنا في الفاميلي اللي احنا شغالين عليها او ما تسمى بالبلوكات، اللي ممكن ده في الطباعة يكون بايظ يبان لك منقط. فانا بس عايز اتشيك على ده، اخش كده اضغط عليه ضغطتين، وطبعا نوع دايناميك، هو فعلا كان هيبان منقط. لو انت اخدت بالك هتلاقيه محطوط على لير منقطة. هحدده واجي هنا على هوم، واجي هنا اخليه على حاجة متصلة كده. دلوقتي لسه برضك مش واخد لير تمام. نيجي هنا نخليه ماشي، المفروض اللي هو ما عادش هيبقى منقط كده، المفروض خلاص كده. اوكي سيب.
كده بالنسبة لي ده مش هيبان معايا منقط واحنا شغالين. نفس القصة، تعالى على ده، انا بشيك، نخش كده احدده واجي هنا على هوم، اجي هنا اخليه متصل. يس يس. عندك هنا دي بالنسبة لك البلوكة دي اللون بتاعها مش عاجبني قوي، مش محتاج السهم ده فيها، والمفروض دي انا هستخدمه كشفاط سحب، فبالنسبة لي انا مش محتاجها كده، انا محتاجها العكس. نعمل يس، ناخد دول ونبعدهم شوية، اللون بتاعها يكون احمر، ويفضل طبعا تتأكد باي لاير، وتيجي هنا على التقل بتاعها تخليه صفر علشان ما تبوظلكش الطباعة. انا ببص لقدام، بالنسبة لي دي مايلة شويتين، هنعمل لها روتيت ار او انتر، تيجي هنا نخليها على 45 عشان هي غالبا واخدة الزاوية 45. خلاص ده تمام، ده تمام مفيهوش مشاكل. نفس القصة بالنسبة للمروحة دي، هنا هفجرها، انا مش محتاج فيها ده ولا محتاج فيها ده، اقرب للحقيقة هي بتبقى كده. احددها، احطها على لير واحدة على تقل واحد صفر، انا بهتم عشان الطباعة الدنيا ما تبوظش. بعد كده اسميها، دي اسمها هتبقى inline fan، وهنعرف انواع المراوح في وقتها. inline fan بك، امسكها لي من هنا، اوكي، يبقى كده انت جهزت كمان دي. تعالى نيجي على النقطة دي مهمة جدا جدا جدا. شايف انت الكيرف ده اللي هو موجود هنا وهنا؟ لا ده انا ما بحبوش واحنا بنرسم، تحديدا في جريلة المتر وفي جريلة النص متر، عشان احنا دول هنحتاجهم. هاجي هنا على جريلة المتر، امسح ده وامسح ده، خليه عدل كده، واحدد كل ده ونديله لون ازرق عشان تبان كلها اللي هي سبلاي فعلا. جميل كده، ده في المقاس اللي انا قلت لك ايه عليه. نرجع تاني هنا على بلوك اديتور، ونيجي برضو في نفس القصة على النص. المفروض نظبطهم في كله يعني، بس عشان الوقت فانا بظبط لك على اشهر المقاسين اللي احنا بنشتغل عليها. هنيجي هنا نخليها كلها ايه، ازرق، تعمل لها سيف، تضغط دلوقتي عليها تلاقيها اللي هي مقاس متر ومقاس نص. تمام، اما باقي المقاسات لسه زي ايه، زي ما هي على قديمه، فمش مهم بالنسبة لنا، احنا اللي يهمنا ايه، المتر تحديدا. نفس القصة عندنا، هنخش هنا، هتجيب المقاس اللي هو نص، تمسح الزيادة دي، تمسح الزيادة دي. انا بهتم معاك كشكل، احدد كل الكلام ده ونخليها معانا لونها احمر. ارجع للبلوك اديتور، المتر، احدد، اجي هنا على الهوم، اخلي لونها احمر. نحاول بقدر الامكان ان احنا نقرب دول شوية عشان انا شايف اللي هما بعاد حبتين، اهو كده كويسين، تحديدا في المتر كده مقبولين، شكلهم بقى مقبول. اهم نقطة عندي وانا بطبع، اتأكد ان كل بلوك معمول، بخش كده عليه اهو. المفروض وانا بعمل بلوكات من الاساس اكون مراعي النقطة دي، اللي هو يكون محطوط على تقل صفر. شوف، عشان لو انا حاطه على تقل اتقل من صفر، الخطوط هتخش في بعضها، وهيبقى شكل الطباعة مش افضل حاجة، وتحديدا في الحاجات الصغيرة اللي زي دي اهو. وده نعرف ده لازمته ايه قدام كده، هتلاقي ده مش محطوط على صفر، ده يعمل لي مشكلة بقى. بالظبط كده، جميل كده. يبقى انت كده حضرتك جهزت مجموعة البلوكات اللي انت هتشتغل
عليها المشروع، سواء اتشفاك او فاير او بلامينج. يبقى كده وظبطت الدايمنشن وظبطت التكست معاك. ممكن كمان تكبر الدايمنشن، يعني حاجة بسيطة، بس ده يعني سيبها زي ما بنقول كده ايه لوقتها. انا شايفه دلوقتي اللي هو مقبول. اما انت ممكن مثلا تديله حتة 150 وتيجي على السهم تخليه 100. 100 وتيجي هنا على الطول تخليه 50، وتيجي هنا على الفيكس تخليها 50. كده بقت مقبولة اكتر كمان. الاول في الاخر انا اللي يهمني هو الشكل، ايه الشكل الجمالي. كده انت ظبطت الشغل بتاعك وجاهز اللي انت تشتغل اتش فاك وفاير وبلامر.